السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، ويلا بينا إلى آخر الأخبار. إذا وفي بداية أخبارنا المفرحة، قبل أسبوعين على بداية تربص المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر يعود إلى جو المنافسة وكسب عدة دقائق انتهاء عقوبة يوسف عطال وعودته إلى التدريبات يوم 20 ديسمبر. هناك أخبار تفيد بأنه يمكن أن القضاء الفرنسي يحكم عليه بعام حبس، وان شاء الله ما تكونش، ان شاء الله تكون اخبار كاذبه برك. عيسى ماندي يشفى من اصابته وسيكون اول الحاضرين لتربص افريقيا. ايت نوري ممكن يكون جاهز للمباراه القادمه في الدوري الانجليزي. نبيل بن طالب يستعيد عافيته ويعود للمنافسه. عندنا المشكل او الاصابه التي حلت بحسام عوار والتي قد تم حلها، الناخب الوطني قد وجد خليفة حسام عوار، وليس سوف نتحدث عليها الآن من هو خليفة حسام عوار. إذا نقل لنا موقع الجزائر سبور أنه هناك العديد من التقارير الإعلامية أكدت بأن الناخب الوطني جمال بالماضي وجد الشخص البديل الذي سيعوض حسام عوار خلال بطولة كأس إفريقيا. وقام المدير الفني جمال بالماضي بوضع عبد القهار قادري ضمن اللاعبين المرشحين لتعويض نجم نادي روما الإيطالي في الكان. إذا إمكانية أنه عبد القادر قادري أو عبد القهار قادري هو الذي سوف يعوض غياب حسام عوار. وفي خبر آخر يخص اللاعب يوسف بليلي، الفيفا يأمر يوسف بليلي بتسديد ديون الأهلي السعودي المقدرة ب450 ألف دولار أو إيقافه. إذا هذا ما نقلته صحيفة بالجزائري أس، ونقله كبرى مواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الصحف السعودية والتي نقلت هذا الخبر، وأكدت بأنه الفيفا قد هدد اللاعب يوسف بليلي إن لم يسدد هذا المبلغ وهو 450 ألف دولار، وكانت قد أمهلته إلى 28 ديسمبر. سوف تقوم بإيقافه من جميع المنافسات، سوف توقفه مع ناديها الآن واللي هو مولودية الجزائر، بالإضافة إلى أنها سوف توقفه مع المنتخب الوطني. الكل يتفق أنه يوسف بليلي لاعب كبير، عنده إمكانيات، عنده مهارات، عنده مستوى، يعود بسرعة إلى المستوى الذي كان عنده الآن مع ناديه مولودية الجزائر، راهو يقدم في مستوى خرافي أيضا. لكن عنده شوية إخمام خلاه أنه يضيع المشوار نتاعو، يضيع المسير نتاعو. لا ندري لماذا هذا التدهور، خاصة من حيث العقلية الاحترافية. إن شاء الله برك تستريق لهذا الأمور ويرجع كما عهدناه ولا يتطور شويه. وختاما لهذا الفيديو عندنا تصريحات اساموا جيان، شكون اللي ما عرفش جيان اساموا، والذي ضيع ضربة الجزاء التي كانت سوف تقود غانا الى نصف نهائي كأس العالم اذا تتذكروها. اذا كل العالم يعلم أن إفريقيا ظلمتني بعد منحي أحسن لاعب في إفريقيا سنة 2010-11. أيعقل برينس بواتينغ صنع التاريخ في ميلان، لم يرشحوه حتى للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. نعم تم ظلم رياض محرز هذه السنة، احتراماتي لأوسيمين، لكن رياض محرز فاز بالثلاثية التاريخية وساهم بقوة. أوباما يوم كل سنة يتألق لا يرشحونه، صنع العجب في أرسنال، ورشح غانا للفوز بلقب ساحر العاج، الجزائر، مصر، وكذلك المغرب. إفريقيا اليوم وليست إفريقيا اليوم، كل المنتخبات قوية. تصريحات قوية جدا من أساموا جيان نجم الكرة الغانية، عنده وجهة نظر، الكل متفق على أنه تم ظلم محرز. هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.